اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة فتة شاورما الكبدة. يلا بينا نشوف مع بعض عملنا الجمال ده ازاي. أول حاجة أنا عندي الحلة بتاعتي على النار فيها سمنة وفيها زيت. أول حاجة هنزل بيها بصلة متقطعة مكعبات عشان نعمل مع بعض الرز اللي بالكركم. يا دوب بس نشوح البصله بسيط، بس مش عايزاها تاخد لون ولا حاجه. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الكركم ونص معلقه من القرفه. هنزل بعد كده بالرز بتاعي، طبعا انا غسلاه كويس جدا ومصفياه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه بقى كويس كده، وهنزل عليه بقى بالميه السخنه، وهضيف له شويه من الملح، معلقه كبيره من الملح، وهحطه على عين تانية على بال ما يستوي نكون عملنا الكبده بتاعتنا. هنزل بالميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه من الملح وهقلبها بقى ما يتشرب خالص بقى، واوطي عليه، ويلا بينا نعمل الكبده مع بعض. هنبتدي بقى نعمل الكبده. انا عندي الطاسه بتاعتي على النار، هنحط بقى شويه زيت حلوين. الكبده بتحب الزيت الياما. هنزل بعد كده عندي حته كده من الليه، تدي طعم حلو قوي للكبده. هنحطها كده في الاول تسيح معانا. بعد كده هنزل بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومش هنقلب، هنسيبها لما تاخد لون من تحت، يعني احنا هنوزعها كده ونسيبها لما تاخد لون، وبعد كده هنبتدي بقى نقلبها. بعد ما خدت لون هنبتدي بقى نقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بعد كده بمعلقه كبيره من الثوم ونص معلقه من هريسه الشطه، بس انا مش مكتره طبعا عشان حراقه قوي. هنسيبها بقى شويه، وبعد كده هنزل عليها بقى بالفلفل الالوان والبهارات بتاعتي. بعد كده بقى هضيف البهارات بتاعتي، ملح وكمون وشويه من بهارات الكبده. وهنزل بعد كده طبعا بقى بالفلفل الالوان بتاعي. بصوا شايفين الصوص ده كده؟ ده كده صوص الكبده بتاعنا، يعتبر الزيت مش الكبده، لان الكبده لو قلبناها كتير بتنزل ميه. ده الصوص بقى الجميل بتاعنا بتاع الكبده. هنزل بعد كده بقى بالفلفل الالوان. طبعا الكبده عندي تعتبر خلاص استوت. الفلفل يا دوب هقلبه تقليبه بسيطه بس كده، عشان مش عايزاه يتهرى مني، عايزه اللون بتاعه يفضل ايه حلو معانا كده، ما يتبلش. طبعا يا جماعه الليمون مش بنحطه مع الكبده في التتبيله بتاعتها. ليه بقى؟ لان الليمون لما بنحطه مع الكبده طبعا بيغير لون الكبده معانا، وبيخلي لونها فاتح قوي. فالليمون افضل حاجه ان احنا نحطه وقت الاكل، سواء هنعملها ساندوتشات او هنعملها فته او هنعملها اي حاجه. الليمون بنحطه وقت الاكل بس. نصيحه ما تحطوش الليمون في التتبيله بتاعت الكبده. كده الكبده عندي تعتبر اصبحت جاهزه، هنقلبها بس تقليبه بسيطه. والرز عندي كده خلاص وطيت عليه، اصبح جاهز برده. والعيش عندي متحمر.
وكده اصبحت الوصفه بتاعتنا جاهزه معايا. هنبتدي يا حبايبي نغرف الطبق بتاعنا. هحط طبعا في الاول كده بقدونس، بعد ما رصيت البقدونس هنزل بالعيش بتاعي المتحمر، هنرصه كده. هغرف بعد كده الرز عندي لسه سخن خالص ما شاء الله. هحط بعد كده بقى يا حبايبي الكبده بتاعتنا. عملنا مع بعض النهارده فتة شاورما الكبده. وعايزه اقول لكم على حاجه، لو حابه تضيفي مع الفلفل الالوان على الكبده بصل بيبقى جميل جدا طبعا، بس انا ولادي مش بيحبوا البصل، فانت لو حابه تضيفي البصل مفيش اي مشكله، هيبقى حلو قوي. بتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم نورة وليد، بشكركم جدا، بشكر كل الناس اللي حضرت معايا النهارده. عملنا فتة شاورما الكبده، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. انتظروني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.